للأمانة قصة الهشاشة النفسية لا أراها بهذا الشكل. كثير جدا جدا من الأجيال السابقة كان عندهم قدر من التكتم. الكواليس بتاعة المسرح كانت مليئة بالاضطرابات، مليئة بالوجيعة، مليئة بالهموم، مليئة بالأحزان، مليئة بالأمراض والاضطرابات التي لم تكن تفهم ولا تقرأ. وكان كمان مرتبط هذه التشخيصات الكثيرة التي نتحدث عنها وحتى العلاقة مع طبيب نفسي أو معالج كانت مرتبطة بوصمات، وصمات الجنون، وصمات حتى الأطباء نفسهم كانوا بيشوفوا مجانين، الأطباء النفسيين بالذات يعني. فده كله كان عامل مساحه كده من فكره احنا عندنا مريض نفسي، لا مش هنقول لحد خالص، احنا هنخبي ده، وصمه عار. تمام. وده خلى ظاهر الجيل القديم يبدو متماسك، يبدو، لكن الحقيقه ان اللي حصل خلال الفترات اللي فاتت هو ان اتفتحت الكواليس على المخبوء، على المخبوء من هذا الجيل وعلى منتوجات هذا الجيل من الجيل الحالي. فاللي حصل بدايه هو ان مش معدلات الاكتئاب زادت، انه عرفت معدلات الاكتئاب، ان اصبح المكتئب بيعبر عن ذاته.